التثدي من أكثر المشاكل اللي بتواجه الرجال ونسبها عالية جدًا، جدًا، هي طبعًا مشكلة شكلية بتسبب إحراج لكثير من الناس. بس النهارده عاوزين نجاوب على سؤال، زي ما هي مشكلة شكلية، هل التثدي ممكن يكون خطر والّا لأ؟ في علامات نخلّي بالنا منها لو التثدي عند الرجال أي راجل حَس بيها لازم يتوجه لطبيب فورًا، لإن ساعتها مش هتكون المشكلة مشكلة وظيفية شكلية فقط. منها لو حصل إفرازات جات من الحلمة، 2 لو وجدت ألم في الثدي، 3 لو في كتلة صلبة ناشفة ابتديت أحس بيها، هنا لازم أتوجه لطبيب فورًا. ليه؟ لإن ساعتها ممكن يكون في التهابات، خراج، أو لا قدر الله فعلًا ممكن يكون عندي مشكلة وهي إن في breast cancer يعني سرطان ثدي. هو سرطان الثدي ممكن ييجي للرجال؟ نعم، سرطان الثدي ممكن ييجي للرجال، وده بيكون أخطر وأشرس كتير جدًا، جدًا من الإناث، لإن حجم الثدي بيكون صغير فبينتشر جدًا. ولكن حابب أطمنكم إن معدله قليل جدًا في الرجال، ولكن لازم نخلّي بالنا منه جدًا. مهم برضه إن أنا أقارن بين الناحية اليمين والشمال، لو وجدت اختلاف ما بين الاتنين فدي حاجة مقلقة، لازم برضه أتوجه للطبيب، لإن ساعتها ديّة هتكون ممكن يكون حاجة اسمها بولند سيندروم أو متلازمة محتاج أعمل لها فحص كويس جدًا. شكرًا ودمتم في عافية.